أعزائي طلاب تانية إعدادي في كل مكان في الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة مع الجيو أحمد فتحي. ونكمل يا حبايبي مع بعض النهاردة بإذن الله الجزء الثاني من درس الزراعة في وطننا العربي. ولكن في البداية كده يا حبايبي اسمحوا لي كده بمراجعة سريعة على الجزء الأول، الفيديو اللي فات اللي ما سمعوش اسمعوا، واللي اتعرفنا فيه على عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي. وقلنا إن عندنا مقومات طبيعية ومقومات تانية بشرية، وفرمنا طبعا كل واحدة فيهم بالتفصيل. وقلنا كمان يا ولاد ركز معايا بقى وشغل فصوص السفند دي. قلنا ان الموارد الطبيعية من اهمها المياه العذبة، فقلنا ان المياه هي اهم عوامل قيام الزراعة. وقلنا كمان يا ولاد ان المية بتجيلنا من 3 مصادر، ايه هم بقى؟ رقم 1 مية الامطار، رقم 2 المياه السطحية، رقم 3 المياه الجوفية. وهوب بقى يا اولاد نمسك في ال3 عناصر دول، لان احنا قلنا المية اهم عناصر الزراعة. بالتالي هنبدأ درسنا النهاردة بعنوان اسمه مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. وطبعا مناطق توطن الزراعة بترتبط بترتبط بالمية، وعشان كده حبايبي ما ينفعش يكون في زراعة من غير مية. فهنلاقي ركز معايا بقى ان مناطق توطن الزراعة بتتسمى على انواع المية اللي لسه قايلين عليها حالا، وهم بقى تاني؟ حرك شفايفك وقولهم معايا. رقم 1 مناطق الزراعة على الامطار. طيب رقم 2 مناطق الزراعة على الانهار. طيب رقم 3 مناطق الزراعة على المياه الجوفية. حلو قوي. طيب تيجوا بقى نشوف الكلام ده على الخريطة علشان نفهمه من الأول ونرجع تاني نكمل كلامنا. يلا بينا. بصوا بقى معايا كده يا حبايبي على مفتاح الخريطة اللي معانا دي. ركز معايا كده. هنلاقي إن مناطق توطن الزراعة اللي هي قلنا متقسمة ل3 أنواع. أول نوع فيهم اسمها الزراعة على الأمطار، ومتلونة باللون ركز باللون البنفسجي أهي قدامنا. الله على كل طالب شاطر مركز معايا. طيب تعالى بقى نشوف الالوان البنفسجيه ديت موجوده فين على الخريطه، واللي هنفهم منها ان الاماكن المتلونه باللون البنفسجي دي هي الاماكن اللي الزراعه فيها بتقوم على سمعني كده، على الامطار. برافو. فتعالوا بقى كده نبص مع بعض على الخريطه. هنلاقي يا اولاد ان الساحل الشمالي اللي بشاور لك عليه كله ده اللي في شمال الوطن العربي كله هو متلون باللون البنفسجي. اذا معنى كده ان الساحل الشمالي كله بيقوم زراعته على الامطار. طيب ركز معايا كده تاني. في دولة اليمن هنلاقي برضو في جزء بنفسجي، يعني فيه زراعة على الأمطار. كمان ركز في جنوب الصومال أهي هنلاقي برضو فيها جزء بنفسجي، يعني زراعة على الأمطار. وكمان في جنوب موريتانيا برضو في زراعة على الأمطار. طيب واشمعنى المناطق دي بقى يا جيو هي اللي بتتميز بالزراعة على الأمطار وباقي الوطن العربي لأ؟ هو المطر بينزل في أماكن وأماكن تانية لأ؟ الله الله على السؤال الجميل، سقفة كبيرة ليك والله. ركز بقى معايا علشان تفهم الإجابة. بصوا كده يا أولاد على الخريطة. هنلاقي إن في الجنوب في دائرة الاستواء، صح كده؟ شايفينها؟ طيب لو طلعنا فوق شوية في المنطقة دي كده هنلاقي المنطقة دي اسمها المنطقة المدارية الحارة. وسواء يا أولاد أنتوا عارفين طبعا سواء إن دائرة الاستواء أو المنطقة المدارية الحارة، المنطقتين دول الاتنين إحنا عارفين إن هم حر جدا، صح كده ولا بسبب تعامد الشمس على دايرة الاستواء، صح ولا اذا يا اولاد المناطق دي بيتبخر منها ميه كتير جدا بسبب ارتفاع الحراره. الميه دي بقى بتطلع فوق في السماء، اللي بيحصل لها؟ بتتكاثف وتسقط على هيئه امطار. وعلشان كده يا اولاد الاماكن دي بتتميز بكثره امطارها، بالتالي الزراعه فيها بتقوم على الامطار. طيب المنطقة الشمالية دي بقى يا جيو من الوطن العربي، ما هي بعيدة هيت عن دايرة الاستواء وعن المنطقة المدارية الحارة، ليه بقى بتقوم فيها الزراعة برضو على الأمطار؟ الله الله على السؤال الجميل. سمي الله بقى، صلى على رسول الله، وركز معايا جدا جدا علشان تعرف الإجابة. المناطق يا أولاد الشمالية دي بتهب عليها رياح اسمها الرياح العكسية. الرياح العكسية دي بتبقى جاية من المحيط الأطلنطي، فبتبقى جاية بقى محملة ببخار مية كتير جدا، تيجي بقى تخبط في الساحل الشمالي بتاع الوطن العربي ده وتسقط عليه الأمطار. بالتالي بتقوم الزراعة برضو على على الأمطار. حلو قوي. اذا يا اولاد ركزوا معايا بقى. لو رجعنا تاني هنا للمنطقه اللي بتقوم زراعتها على الامطار هنقول بقى؟ ان عندنا زراعه على الامطار في 4 اماكن. هم بقى؟ رقم 1 الاجزاء الشماليه من الوطن العربي زي ما شفنا دلوقتي على الخريطه. رقم 2 اليمن زي ما شفنا برضو على الخريطه. رقم 3 جنوب الصومال. ورقم 4 والاخير جنوب موريتانيا. طيب
تعالوا بقى نشوف مناطق الزراعة على الأنهار. ركزوا بقى يا أولاد جدا جدا في الكلام اللي جاي ده. قلنا يا حبايبي الحلقة اللي فاتت إن عندنا 5 أنهار مهمين جدا في الوطن العربي، وقلنا إن كمان قامت عليهم حضارات كبيرة جدا. زي إيه بقى الأنهار دي؟ زي نهر النيل في مصر والسودان اللي بشاور لك عليه ده، ودجلة والفرات في العراق، صح كده ولا إيه؟ دجلة في اليمين والفرات في الشمال، حلو جدا. ننزل تحت بقى نلاقي معانا إيه؟ جوبة وشبيلي في الصومال، شبيلي شين يعني في الشرق، وجوبة نلاقيه في الغرب. ها ركز، برافو. يبقى نيجي هنا تاني يا أولاد ونكتب إيه بقى؟ إن مناطق الزراعة على الأنهار هي المناطق الموجودة على جنبين الأنهار، واللي سميناها الحلقة اللي فاتت إيه؟ السهول الفيضية. برافو. زي نهر النيل في مصر والسودان، دجلة والفرات في العراق، وجوبة وشبيلي في الصومال. ها تاني، نهر النيل مصر والسودان، دجلة والفرات في العراق، وجوبة وشبيلي في الصومال. حلو. آخر منطقة بقى معانا يا أولاد في مناطق الزراعة هي مناطق الزراعة على المياه الجوفية. طيب ودي بقى نلاقيها فين؟ سم الله، صلى على رسول الله، وتعالى نشوفها على الخريطة. شفتوا يا ولاد الشجرتين اللي بشاور لكم عليهم دول؟ أيوه، الشجرة دي والشجرة دي. أهم الشجرتين دول بقى واحدة الداخلة والخارجة الموجودين فين؟ في الصحراء الغربية في مصر. ودول يا حبايبي مناطق بتقوم زراعتهم على المياه الجوفية. يبقى لو رجعنا تاني بقى هنا نكتب إيه؟ إن من مناطق الزراعة على المياه الجوفية بعض المناطق الصحراوية، كما فين بقى؟ كما في الواحات الخارجة والداخلة الموجودة إيه في مصر. حلو جدا جدا. سموا الله بقى، صلى على رسول الله، وركزوا معايا في الكلام المهم اللي جاي ده. بيقول لك من الخريطة السابقة نلاحظ تنوع مناطق توطن الزراعة، ويجي يسألك هنا بقى ايه سؤال بما تفسر، ويقول لك ايه اسباب اختلاف توطن الزراعة في الوطن العربي؟ ها نقول له ايه بقى؟ فكر كده وجاوب عليا. يبقى طبعا يا جيو تتنوع مناطق توطن الزراعة بسبب تنوع مصادر المياه، من مياه الأمطار إلى مياه الأنهار إلى المياه الجوفية. الله عليك يا كبير، ممتاز جدا. طيب سؤال كمان بقى اهوت للناس الشاطرة. ها سموا الله، صلى على رسول الله. ما النتائج المترتبة على توافر الأنهار بالوطن العربي؟ يعني إيه اللي حصل لما بقى عندنا أنهار كتير بالوطن العربي زي ما شفنا دلوقتي؟ يبقى الإجابة يا جيو ترتب على ذلك انتشار التربة الخصبة على جانبين الأنهار وقيام الزراعة، مثل نهر النيل في مصر والسودان، وجوبة وشبيلي في الصومال، ودجلة والفرات في العراق. الله الله الله، حلو خالص خالص، برافو جدا جدا يا أولاد. وبعد يا حبايبي ما عرفنا أماكن توطن الزراعة، تعالوا بقى نتعرف على أهمية الزراعة. ما أكيد يعني بعد الكلام الكبير اللي احنا قلناه ده، أكيد الزراعة دي لها أهمية كبيرة جدا، صح كده ولا إيه؟ فتعالوا يلا نشوف. مبدئيا كده يا أولاد يجي يسألك هنا سؤال ويقول لك بما تفسر إيه هي أهمية الزراعة في وطننا العربي؟ هنقول له إيه بقى؟ ها سموا الله، صلى على رسول الله. هنقول له حبايبي ان رقم 1 الزراعة توفر احتياجات سكان الوطن العربي من الموارد الغذائية المختلفة. يبقى الزراعة بتوفر لنا ايه؟ بتوفر لنا الاكل والشرب، اذا الزراعة دي حاجة مهمة جدا. طيب الزراعة اهميتها بتختصر ان هي بتوفر لنا الاكل والشرب بس؟ لا طبعا، ده شوف بيقول لك ايه في رقم 2، توفر كمان الزراعة، هاخد بالك كده، فرص عمل لسكان الوطن العربي، حيث يعمل بها نحو نصف سكان الوطن العربي. خد بالك، نص سكان الوطن العربي بيعملوا في النشاط الزراعي. ده معنى كده ان الزراعة دي فاتحة بيوت ناس كتير جدا، وناس كتير جدا 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 بيشتغلوا فيها. طيب ورقم 3 كمان بيقول لك ايه في أهمية الزراعة؟ ان الزراعة بتوفر لنا رؤوس الأموال التي تستخدم في إنشاء العديد من المشروعات. طيب وهي الزراعة هتوفر لنا فلوس ازاي بقى يا جيو نعمل بيها مشروعات؟ سم الله، صلى على رسول الله، وركز معايا تعرف الإجابة. والفلاح مثلا يا أولاد اللي بيزرع طماطم ده مش بياخد الطماطم دي ينزل بها السوق ويبيعها، بالتالي بيكسب فلوس، صح ولا إيه؟ طيب الحكومة مثلا لما بتشتري محاصيل زراعية من الفلاحين ومن التجار زي القمح مثلا، وتاخد القمح ده تصدره لبلاد تانية وتكسب فلوس، كده احنا كسبنا فلوس من الزراعة ولا ما كسبناش؟ كسبنا فلوس كتير طبعا. طيب الفلوس الكتير دي بقى بنعمل بيها ايه؟ بناخدها نعمل بيها مشاريع تانية، زي ان احنا نبني مصانع او نطور حاجات تانية كتير جدا في البلد. اذا انا من خلال الزراعة بوفر رؤوس الاموال اللي بستخدمها في عمل مشروعات لنهضة الوطن او لنهضة الدولة. كمان ركز معايا كده، ممكن نقول ان احنا بنوفر فلوس من رابع اهمية، واللي بتقول ان الزراعة بتوفر لنا المواد الخام اللازمة للصناعة. تصدق صح، ما الزراعة يا جيو بتوفر لنا ايه؟ القطن مثلا،
اللي بنوديه لمصانع الغزل والنسيج واللي بتعمل لنا منه الهدوم الجميلة اللي بنلبسها دي، صح كده ولا ايه؟ محصول تاني، ركز، زي مثلا قصب السكر واللي بيدخل في صناعة السكر اللي بنحل بيه الشاي ده ونشربه ويظبط مزاجنا، صح ولا ايه؟ كمان خد بالك الفاكهة والخضروات اللي بتدخل في صناعة ايه بقى؟ حفظ وتعليب الأغذية. زي ايه بقى؟ نروح السوبر ماركت مثلا نشتري علبة عصير كده، صح؟ او نشتري مثلا علبة مربى. الحاجات دي كلها معلبات، المعلبات دي اصلها ايه؟ اصلها فاكهة وخضار وحاجات من دي، صح ولا ايه؟ يبقى كمان الزراعة بتدخل في صناعة تعليب وحفظ الأغذية. إذا الزراعة كده يا حبايبي لها دور كبير جدا وأهمية كبيرة جدا في الوطن العربي، وده يا حبايبي كانت أهمية الزراعة في الوطن العربي، واللي ممكن نختصرهم تاني كده. ركز معايا. أهمية الزراعة: رقم واحد، بتوفر المواد الغذائية. رقم اتنين، بتوفر فرص عمل للناس. رقم تلاتة، بتوفر رؤوس الأموال. رقم أربعة، بتوفر المواد الخام اللي بنوديها للمصانع علشان تعمل لنا منتجات صناعية. ولكن يا حبايبي عندي خبر وحش ليك بقى، كنتش عايز اقوله بصراحة بس لازم اقوله لان موجود في الدرس. ايه هو بقى؟ ان الزراعة دي ليها مشكلات بتواجهها عندنا في الوطن العربي، ولو المشكلات دي ما حلناهاش الزراعة عندنا هتتدهور ومش هتبقى احسن حاجة. وفي الوقت الحالي فعلا يا حبايبي الزراعة عندنا فيها نسبة تدهور كبيرة جدا عن مثلا الزراعة الموجودة في الدول المتقدمة. طيب وهي ايه المشكلات دي يا جيو واحنا نحاول نحلها ونخلي الزراعة عندنا تبقى احسن حاجة ونبقى اقوى من اي دولة تانية؟ سم الله، صل على رسول الله. وتعالى يا باشا احكي لك عن اهم المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي، وهنعرف كمان يا حبايبي ازاي نحل المشكلات دي واحدة واحدة. ركز معايا بقى كده. عندنا بقى يا كبير 4 مشكلات بتواجه الزراعة في الوطن العربي. رقم واحد، تذبذب الانتاج الزراعي. يعني ايه بقى تذبذب الانتاج الزراعي؟ سم الله، صل على رسول الله وركز معايا. مش يجي مثلا يا ولاد عندنا سنين كده نلاقي الدنيا في الشتاء بتمطر كتير جدا، وسنين تانية نلاقي المطر قليل وما عندناش مطر، ممكن تمطر مثلا مرة واحدة بس، صح كده ولا ايه؟ اذا احنا عندنا ايه؟ تذبذب في نسبة المطر. سنة يبقى عندنا مطر كتير بالتالي الزراعة تبقى كتير، ما اصلا الزراعة عندنا معتمدة على المطر، وسنة الامطار تبقى قليلة بالتالي الزراعة برضو تبقى قليلة. اذا يا حبايبي تذبذب المطر ادى الى تذبذب الانتاج الزراعي. واجي هنا بقى يا اولاد اسالكم سؤال، ركزوا معايا كده. بما تفسر ليه الانتاج الزراعي عندنا في الوطن العربي متذبذب؟ اكيد بقى دلوقتي انت عارف الاجابة، صح؟ برافو، زي ما انت قلت كده، بسبب اعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي على مياه الامطار، وهي غير ثابتة، يعني متذبذبة في اوقاتها وكمياتها. خلصت. يبقى القاعدة هنا يا أولاد تاني إن تذبذب المطر بيؤدي لتذبذب الإنتاج الزراعي. تاني مشكلة بقى معانا بتواجه الزراعة يا حبايبي هي عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. يعني إيه بقى الكلام ده؟ سم الله، صلى على رسول الله. يعني يا أولاد على الرغم من إن الوطن العربي ده مساحته كبيرة جدا، إلا إن تقريبا إحنا مش بنستخدم غير 10% بس من مساحة الوطن العربي في الزراعة. فتعالى مثلا كده بص عندنا في مصر، هنلاقي ان السكان بتتركز فين بقى؟ بتتركز في الوادي والدلتا، اللي هو وادي النيل والدلتا النيل اللي انتوا عارفينهم دول. باقي مصر كلها ايه بقى؟ نلاقيها صحراء، الصحراء الغربيه كلها والصحراء الشرقيه كلها، كل الاماكن دي صحراء مش بنزرع فيها. مع العلم ان عندنا مطر كويس وعندنا كمان مياه جوفيه ممكن نستصلح منها الاراضي ونزرع كل الصحراء دي، صح كده ولا ايه؟ ودي كانت تاني مشكله بتواجه الزراعه. طيب تعالوا بقى نشوف ثالث مشكله معانا، وهي قلة استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة. الاساليب التكنولوجية دي بقى يا جيو اللي هي الجرارات والمعدات اللي بنستخدمها في الزراعة. الله عليك، برافو، بالظبط كده. عندنا بقى أولاد في الوطن العربي استخدامنا للتكنولوجيا ده قليل جدا. يعني مثلا نلاقي واحد فلاح مثلا واخد ابنه الصغير كده وماسك المنقرة ويقول لك أنا رايح مثلا أحرث الغيط أو أخطط الغيط أو أعمل حاجات كتير في الغيط. رايح يا ابني تعمل الغيط بمنقرة؟ امال اخترعوا المعدات والاساليب التكنولوجيه الحديثه والجرارات والحاجات دي ليه؟ فالمفروض طبعا يا اولاد نستخدم المعدات الحديثه دي علشان نوفر وقت وجهد كبير جدا في الزراعه ويبقى عندنا انتاج كبير، صح ولا ايه؟ طيب تعالوا بقى نشوف اخر مشكله معانا بتواجه الزراعه، وهي حدوث التصحر. يعني ايه بقى يا جيو التصحر ده؟ سم الله، صل على رسول الله وركز معايا. التصحر بقى يا باشا باختصار كده هو عدم قدره الارض على الانبات. يعني ايه؟ يعني الارض يا حبايبي بعد ما كانت خضراء وجميله كده زي ما هي في الصوره تتحول لصحراء زي ما احنا شايفين في الجزء الثاني من الصوره كده.
طيب ايه الاسباب بقى اللي تخلي الارض تتحول من الارض الخضراء الجميلة دي للارض الصحراء دي؟ عندنا يا حبايبي اسباب طبيعية واسباب تانية بشرية، يعني اسباب ربنا هو اللي سببها ملناش احنا علاقة بيها، واسباب الانسان كان ليه دخل فيها. فاجي اسالك هنا سؤال واقول لك بما تفسر ايه هي اسباب التصحر؟ سم الله، صل على رسول الله، وتعالوا بقى نعرف ايه هي الاسباب. رقم واحد بقى يا اولاد، حاجة طبيعية زي تفاوت كمية الامطار. ركز كده معايا، مش قلنا من شوية إن معظم الأراضي الزراعية في الوطن العربي معتمدة على الأمطار؟ طيب تخيل بقى عندنا كده في سنة الأمطار تذبذبت وما مطرتش كتير، إيه اللي هيحصل؟ الزراعة طبعا المعتمدة على المطر في الأماكن دي مش هتقدر تزرع، بالتالي إيه اللي هيحصل للأرض؟ هيحصل للأرض تصحر. تاني سبب بقى يا أولاد لحدوث التصحر، زحف الرمال، ودي حاجة طبيعية. فنلاقي مثلا موجة هوا كده جت راحت واخدة الرمال اللي في الصحراء ورميها على الأراضي الزراعية، بالتالي إيه اللي هيحصل؟ الأرض الزراعية استخبت تحت الرمل، بالتالي إيه اللي حصل لها؟ حصل لها تصحر. تالت سبب بقى يا أولاد لحدوث التصحر هو الرعي الجائر. يعني إيه بقى الرعي الجائر؟ يعني ببساطة كده يا أولاد، هو إن نرعى عدد كبير من الحيوانات في مساحة أرض صغيرة، فالأرض تبقى ترهق وتتعب، بالتالي مش هتقدر تزرع تاني. رابع سبب بقى يا أولاد للتصحر هو قطع الأشجار. إزاي بقى؟ سم الله، صلى على رسول الله، وركز معايا. فاكرين يا حبايبي من سنة أولى لما قلنا إن الغطاء النباتي ده اللي هو الأشجار يعني بيمنع وصول أشعة الشمس المباشر إلى سطح الأرض؟ فاكرين الكلام ده؟ خدناه في سنة أولى، شكلكم فاكرين باين على وشكم. طيب تخيل معايا بقى إن إحنا قطعنا الغابات دي، إيه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل يا أولاد إن الشمس هتسقط الأشعة المباشرة على سطح الأرض، بالتالي الأرض هتاخد كمية كبيرة جدا من الأشعة دي وحرارتها هتعلى جدا، بالتالي إيه اللي هيحصل لها؟ هيحصل تصحر للأرض. خامس بقى أولاد سبب وآخر سبب لحدوث التصحر هو الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. ايه ده يا جيو، هو في محاصيل مجهدة للتربة ومحاصيل تانية لأ؟ طبعا يا أولاد، وعلشان كده سبحان الله نيجي هنا نلمس حكمة ربنا يعني في تنظيم الكون وفي اختلاف المناخ من فصل لفصل زي فصل الصيف وفصل الشتاء. فمع اختلاف المناخ ده احنا مثلا بنضطر نزرع قطن مثلا في فصل الصيف ونزرع برسيم في فصل الشتاء، لأن المناخ ايه جابرنا على كده. اهو سبحان الله بقى، القطن ده زرعة مجهدة للتربة والبرسيم زرعة بتريح التربة. احنا بقى جينا نتناصح في الوطن العربي ونعمل ايه؟ نيجي ساعات مثلا نحاول نخلف الكلام ده ونحاول نزرع زرعة مجهدة للتربة طول السنة، بالتالي بنجهد التربة وده بيسبب التصحر طبعا. ودول يا اولاد كانوا كل الاسباب والمشاكل الزراعية في الوطن العربي. طيب اصحى بقى للكلام اللي جاي ده، سمي الله معايا كده، صلى على رسول الله، وحل لي السؤال اللي جاي ده. بيقول لك ايه السؤال؟ ما النتائج المترتبة على الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة؟ يعني إيه اللي حصل لما زرعنا في الوطن العربي محاصيل مجهدة للتربة؟ ها فكر كده وجاوبني. يبقى الإجابة يا جيو بسبب الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة أدى ذلك إلى حدوث التصحر. الله عليك، سقفة كبيرة خالص ليك اهيت. ندخل بقى يا أولاد على آخر جزء معانا في درس النهاردة، وهو بعنوان ما مقترحاتك لحل المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي؟ سعادتك بقى بتقترح ايه علشان نحل المشكلات اللي احنا حكينا عنها طول الدرس دي؟ سمي الله بقى، صلى على رسول الله، وتعالى نشوف مقترحاتنا علشان نختم الدرس. رقم واحد، مش قلنا يا اولاد من شوية ان عندنا مشكلة ان معظم الارض اللي في الوطن العربي معتمدة على الامطار، بالتالي عندنا تذبذب في المية، بالتالي عندنا تذبذب في الانتاج الزراعي، صح كده؟ هنقول ايه بقى؟ ان رقم واحد ممكن نوفر المية اللازمة للزراعة عن طريق الاهتمام بمشروعات الري، مثل خد بالك بقى ايه المشروعات اللي ممكن نوفرها علشان نتجنب مشكلة تذبذب المطر. رقم واحد إقامة السدود والخزانات، نعمل سدود تحوش لنا مية، وقت ما نحتاج المية نفتح السدود ندخل المية، مش محتاجين مية نقفل السدود ونحافظ على المية جوه السد لحد ما نحتاجها. طيب رقم اتنين، التوسع في عمليات تحلية مياه البحر. يعني ايه؟ يعني نعمل يا حبايبي محطات تحلي مية البحر. احنا طبعا ما ينفعش نزرع بمية مالحة، بالتالي نعمل محطات تحلل لنا مية البحر دي. وطبعا الموضوع ده منتشر جدا في دول الخليج، لان طبعا عندهم فلوس كتير زائد ان جوهم صعب وما عندهمش انهار، فاضطروا يعملوا كده علشان يحلوا مية البحر ويزرعوا بيها. طيب رقم ثلاثة، استخدام الطرق العلمية الحديثة للري، مثل الري بالرش والتنقيط. يعني ركز معايا في الصورة اللي معانا دي، هنلاقي يا حبايبي
الناس عاملة خراطيم مية كده بتطلع نقط مية، بتطلع مية على قد حاجة الأرض بس. وده طبعا غير مثلا اللي بنشوفه عندنا في البلد، نلاقي الراجل راح مدور مكنة المية ومغرق الأرض كلها مية، وده طبعا إهدار كبير جدا للمية، وإحنا أصلا عندنا أزمة في المية. فلازم طبعا نحاول نستخدم الري الحديث اللي هو الري بالرش والتنقيط علشان نحافظ على المية وما نهدرهاش. تاني مقترح بقى يا أولاد لحل مشكلة الزراعة: استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة ومنع البناء عليها. لا ومش بس كده، ده احنا كمان خد بالك كده من رقم 3 بيقول لك ايه: نستصلح أراضي صحراوية جديدة ونزرعها، بالتالي نزود الرقعة المزروعة. رابع مقترح معانا ايه بقى؟ هو مكافحة التصحر، واللي اتكلمنا عنه طبعا وعن مشكلاته اللي بتواجه الزراعة. آخر مقترح معانا بقى أبطال النهاردة هو استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. يعني إيه بقى؟ يعني يا أولاد نحاول نستخدم في الوطن العربي عندنا المعدات والآلات والأجهزة الحديثة والتكنولوجيا اللي تقدر توفر لي وقت وتوفر لي عدد العمالة، وفي نفس الوقت تديني إيه؟ إنتاج عالي. وبكده يا حبايبي نكون فرمنا وختمنا الدرس الأول على خير. مش باقي معانا كده غير إن هناخد سؤالين كده نفكر فيهم مع بعض ونختم الحلقة. السؤال الأول بيقول إيه بقى؟ ركز معايا: من الأسباب الطبيعية لظاهرة التصحر في الوطن العربي هل ركز معايا. رقم 1 الرعي الجائر؟ لا طبعا، الرعي الجائر مش سبب طبيعي من أسباب التصحر، ده سبب بشري. طيب رقم 2 قطع الأشجار؟ لا برضو، قطع الأشجار سبب طبيعي مش سبب بشري. طيب رقم 3 زراعة المحاصيل المجهدة للتربة؟ لا برضو، زراعة المحاصيل المجهدة للتربة سبب بشري مش سبب طبيعي. طيب رقم 4 زحف الرمال؟ أيوة هي دي الإجابة الصح. يبقى الإجابة يا حبايبي رقم 4 زحف الرمال، لأن زحف الرمال زي ما عرفنا سبب طبيعي الإنسان ما تدخلش فيه. طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني: تعتمد الزراعة في اليمن وجنوب موريتانيا على مياه نقط. رقم 1 الأمطار، رقم 2 الأنهار، رقم 3 الآبار والعيون، رقم 4 والأخير البحيرات العذبة. فكر بقى في إجابة السؤال وسيب لي إجابتك في كومنت وهرد عليك بإذن الله. وأخيرا يا حبايبي لو استفدتوا من الحلقة فانزل بقى اعمل لايك للفيديو وشير كتير للقناة عشان الاستفادة توصل لكل أصحابك. وآخر حاجة الدعوة الجميلة اللي بتحبوها: ربنا ييسر أموركم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم ويفرج همومكم. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.